اهلا بيكم في قناة مامي ريم وكارما. وصفة النهاردة فرايد تشيكن بأجنحة الدجاج، يعني وصفة اقتصادية وفي نفس الوقت حلوة جدا. اولادك هيحبوها وهيطلبوها منك دايما، يعني مش هتبقي محتاجة انك تشتري فرخية كاملة بعد كده، لا هو كيلو أجنحة يعمل معاكي الوجبة دي. وممكن تعملي جنبيها رز، تعملي مكرونة، ممكن كمان تعملي طبيخ يعني، وهي طعمها بيبقى حلو جدا. وهقولك على كل التريكات اللي تطلع معاكي الفرايد تشيكن حلوه، وفي نفس الوقت ما تبقاش شاربه زيت خالص، ولونها يبقى ذهبي زي ما انت شايفه كده. والاهم من كل ده ان هي تكون مستويه بدون سلق بدون اي حاجه، احنا هنحمرها بس. بصي زي ما انت شايفه اللحم ابيض وجميل ازاي. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقه مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لقناه مامي ريم وكارما على اليوتيوب، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. انا عندي كيلو من اجنحة الدجاج. الجناح كده بيكون متقسم لثلاث اجزاء. الضافر اللي هو بيكون في الاخر ده بنشيله بنتخلص منه، لان ده بيسبب الزفارة في الفراخ. وكمان ما بيكونش فيه ولا لحم ولا اي حاجة، هو بيكون عظم وجلد بس، فاحنا مش محتاجينه يعني في اي حاجة. فانا بتخلص منه وباخد الجزئين التانيين اقسمهم على اتنين، بيكون كتف يبقى شبه الدبوس كده، والجناح العادي. هما دول اللي انا بستخدمهم. تمام، هاخدهم اغسلهم وانقعهم في ميه وليمون وملح او خل، يعني زي ما انت حابه، او دقيق طحينه. شوفي انت حابه تغسلي الفراخ بتاعتك بيه واغسليها. المحلول اللي هنغسلها بيه ده اختياري، لكن كل اللي جاي ده بقى اجباري. هناخد الفراخ كده بعد ما صفيناها بقى من الميه بتاعتها وشطفناها من الخل والملح واي حاجه موجوده عليها. هنحطها في طبق وهنحط عليها لتر من الميه، عليه معلقه كبيره من السكر ومعلقتين من الملح وليمونه. عندك ورق لورا اللي هو ورق الغار حطيه، قرنفل، حبهان، اي حاجه كده من المنكهات بتاعه الشوربه عموما حطيها في محلول النقع ده وقلبيها. وخرمي الفراخ كده بالعصايه بتاعه الشيش او بخله سنان او بشوكه كده، غزديها كام غزه كده، يعني كل جناح غزديه غزتين تلاته كده، بحيث ان هو ايه، المحلول ده لازمته ايه؟ السكر اللي موجود في المحلول ده هيخلي اللحم من جوه كده يكون طري شويه ويستوي بعد كده بسرعه، لان احنا مش هنسلقها، يعني احنا هنقليها على طول في الزيت. فاحنا عايزين السكر ده يساعد معايا على التسوية بعد كده، يخلي اللحم ده يستوي بسرعة. وباقي بقى المنكهات التانية دي بتطلع اي زفارة موجودة في الأجنحة بتاعتي. هتلاقي بعدين انت اصلا المية احنا هنحطها من بالليل، وتاني يوم الصبح هنطلعها هتلاقي المية بقى بتاعتها بقت لونها وردي كده. دايما بيكون كده في العظم بتاع الفراخ زي كدمات خبطات في زرقان، او اللحم نفسه من جوه تكون ايه، حتة مزرقة كده. المحلول بتاعي ده بيضيع اي تكتلات دم موجودة او زرقان او اي حاجة. زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو، اللحم صافي وابيض وشكله اصلا يفتح النفس. والعظمة بتاعته كمان ما بتبقاش فيها كتل دم كده تخلي الاولاد يقرفوا منها وهما بياكلوها، او احنا الكبار كمان يعني. انا عن نفسي لو لقيت المنظر ده في اي فراخ استحالة اكلها كده بالمنظر ده. فمحلول النقع ده مهم جدا وهيفرق معاكي. انت كمان ممكن تعملي محلول النقع ده مع اي فراخ، يعني انت لو جايبه فرخيه كامله وهتسلقيها اصلا تعمليها بالطريقه العاديه جدا، المحلول ده هيفرق معاكي جدا في الطعم والريحه وهتبقي بتاكلي فراخ كده طعمها ولحمها حلو ومسكر وجميل جدا. سواء هتعمليها كنتاكي كده او هتسلقيها عاديه او هتشويها، المحلول ده بيحلي اي فراخ. بعد ما نقعتها ليلة كاملة أو على الأقل ساعتين كده، بطلعها أصفيها من المية بتاعتها، وأجيب بقى في بولة عندي أحط فيها كوبايتين من الدقيق. كوبايتين دول هتبلهم بإيه؟ معلقة كبيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من التوابل اللي هقولها لكم دلوقتي: فلفل أسود، توم بودرة، بصل بودرة، كاري، قرفة، مرقة دجاج. ومرقة الدجاج هنا بتديكي ريحة وطعم كنتاكي اللي بتاع بره بالظبط، يعني هو ده سر الخلطة. لو عندك كمان اللي هي البهارات بتاعه البروستد دي بتبقى حلوه جدا، يعني شيلي بقى مرقه الدجاج وحطي البروستد دي. لكن لو مش عندك هيبقى البديل هي مرقه الدجاج اللي بتكون سايبه دي من عند العطار. حطي منها نص معلقه وقلبي بقى الخليط ده كده كويس، واقسميه نصين. نص هتحطي عليه ميه لحد ما يبقى القوام بتاعه كده زي قوام الكيكه او الكريبي، بس يكون تقيل شويه، وقلبيهم. وانزلي بقى بالفراخ اللي صفيناها من المحلول الناقع كويس، انزلي فيها بقى باجنحه الدجاج دي. سيبيه بقى ايه براحتك، يعني لحد ما تجهزي التتبيله. لو بتعملي اكل تاني جنبك يعني كده، إيه، سيبيها على الاقل ساعتين تشرب من التتبيله كده كويس والبهارات بتاعتها. وهدخلهم التلاجة، وهجيب بقى ايه، كريسبي سايب. عارفين الكريسبي السايب اللي بنشتريه من العطار؟ دايما بقول لكم عليه في كل فيديوهاتي. كريسبي السايب ده بيكون خشن، بجيبه اضربه في الكبه كده نعمه خالص، وبيكون ما فيهوش توابل. انا حاطه هنا في الدقيق ده حاطه فيه كل التوابل. فانا هطحن شويه من الكريسبي السايب ده وهحطه على الدقيق. ليه؟ عشان عايزه الفراخ بتاعتي تكون
لونها ذهبي حلو وفي نفس الوقت تفضل محتفظة باللون بتاعها وتبقى شبه كنتاكي اللي بنشتريه من بره. احنا لو عملناها بالدقيق العادي ده هيبقى لونها غامق. فتركة الكريسبي اللي بقول لكم عليها دي هتخليه مقرمش وفي نفس الوقت يبقى ذهبي ولونه حلو جدا. طيب لو مش عندك ممكن تضيفي نشا هيساعد معاكي ان الخليط دوت يبقى كريسبي بعد كده، بعد ما تقليه في الزيت يكون كريسبي، ولكن هيبقى لونه غامق شويه، مش هيبقى لونه زي ما انت شفتي معايا في اول الفيديو. كده انا خلصت خليط التغطيه وعندي الخليط السائل كده انا قعدتها ساعتين في التلاجة. هطلعها بقى اديها تقليبه كده عشان اللي فوق يخش كده في تحت وكل حاجه، وهبتدي ان انا اخدها. بصوا انا كنت جايبه الاجنحه كبيره شويه، فالجناح اللي هي الكتف ده شبه الدبوسه بتاعت الفراخ، يعني كأن فراخ نص كيلو كده خدت الدبوسه بتاعتها، لان الفراخ دي الاجنحه دي بتاعت فراخ حوالي 3 كيلو 3 كيلو وي، فالكتف بتاعها على هيئه كده الدبوس بتاع الفرخيه الصغيره اللي بتكون كيلو وربع كيلو ونص كده. الجناح الكبير ده بيكون فيه لحم ويتاكل، يعني ما تقوليش مثلا ايه ده اجنحه واحنا هنجيب عظم والكلام ده، لا هاتي الجناح الكبير بيكون مليان لحم وهيبقى زي الدبوس زي ما بقولك كده، شبه الدبوس بتاع الفرخه الصغيره، في نفس الوقت بيكون طعمه حلو وبيستوي بسرعه كمان. بطلع الجناح بتاعي من الخليط السائل احطه في الخليط الجاف واقعد انفضه كده، احاول ان انا اتبله كله بالدقيق بتاعي والكريسبي واقعد انفضه زي ما انت شايفه كده، بحيث ان هو يديني الكرمشه بتاعت كنتاكي. انا بحطه في خليط التغطيه ده مره واحده، ممكن ترجعي تاني في الخليط السائل بعد ما تحطيه في الدقيق، تحطيه تاني في الخليط السائل وبعدين ترجعي تحطيه تاني في الكريسبي، تبقي انت عامله كده الطبقه الخارجيه تكون كثيفه شويه، لكن بتكون يعني احنا عاملين اجنحه واللحم بتاعها مش كتير، فاحنا عايزين برضو الكفر الخارجي ده بيكون على قد يعني في نفس سوى اللحم اللي موجود جوه الفرخيه بتاعتي او الجناح. فلو عايزين الطعم يكون مظبوط اعملوه مره واحده، لو انتوا بتحبوا القرمشه وتكون قويه شويه اعملوها مرتين. انا عايزه زيت غزير، طبعا الزيت غالي اليومين دول ومحدش لاقي زيت. طيب هنعمل زيت غزير ازاي؟ هاتي اضيق حله عندك، يعني حله تكون ضيقه خالص وصغيره، بحيث ان انت لما ترمي فيها كميه زيت كده بسيطه تديكي الزيت الغزير يبقى عالي شويه عن الحله، عكس ما تجيبي طاسه او صينيه كبيره وتحطي فيها زيت هيبقى كثافه الزيت او الارتفاع بتاع الزيت هيكون قليل، لكن لما كل ما تضيقي الحله او الطاسه او الصينيه هيديكي ارتفاع للزيت عالي. ركزي معايا بقى كده في طريقة التسوية. انا عايزة الزيت يكون سخن جدا بيغلي تمام ويكون على نار عالية. هحط فيه بقى الاجنحة بتاعتي وهسيبه 3 دقايق. 3 دقايق كده يكون اتشمع وفي نفس الوقت خد الصدمة بتاعته، يعني احتفظ بالسوائل اللي موجودة فيه عشان يكون جوسي وطري كده من جوه تمام. بعد ال3 دقايق دول هوطي النار كده خالص وهسيبه 8 دقايق علشان الجناح بتاعي يستوي كويس. ماشي، 8 دقايق خلصوا هقوم معليه النار تاني 3 دقايق. ليه؟ عشان ياخد القرمشه بقى بتاعته يبقى مقرمش كده وياخد اللون الذهبي الجميل اللي زي ما انتوا شايفينه ده، في نفس الوقت ما يكونش شارب زيت، يعني لو كان شارب زيت يتخلص منه، الحراره العاليه هتخلي قطعه الفرخيه بتاعتك ما تشربش زيت. هنطلعها كده 3 دقايق، اول 3 دقايق على نار عاليه، بعدين 8 دقايق على نار هاديه خالص، وبعد كده 3 دقايق نعلي وبعدين نطلع بقى. هتطلعيها على تصفيها من الزيت كويس وتطلعيها على شبكه، ولا مناديل ولا تطلعيها في الطبق كده على طول، لا لازم نطلعها على شبكه او مصفى، مثلا عارفه المصفى الالومنيا، مصفى بلاستيك، عشان يفضل مقرمش محتفظ بالقرمشه بتاعته، وفي نفس الوقت لو في اي نقطه زيت ولا حاجه يتخلص منها. وبس كده زي ما انتوا شايفين واخده اللون الذهبي الحلو جدا، واللحم من جوه شايفين العظم عامل ازاي، ده بسبب محلول النقع اللي عملناه. وبس كده انا كده خلصت حلقه النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والشير.